النهاردة هعمل معاكم برجر الفراخ بطريقة جديدة ومختلفة. الوصفة دي طبعا يا جماعة من غير فرم، يعني دي مش فراخ مفرومة ولا حاجة. هي بطريقة تانية جديدة ومختلفة. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي لو جربتوها والله بجد انا بقول لكم بجد هتعتمدوها. وصفة فخمة، انا بسميها وصفة فخمة. بصوا الفراخ بتتقطم ازاي، والفراخ هنا مختلفة خالص، يعني هنا غير البرجر خالص وغير اللحمة المفرومة خالص. تحفة جدا يا جماعة، ان شاء الله لو جربتوها تعتمدوها. انا هنا طلبت صدور الفراخ فجات لي بالعظم. فطبعا المفروض بتجيبوا صدور فراخ من غير عظم، بس هي جات لي بالعظم، فانا قلت هشفيها معاكم. ودي كانت اول مرة اشفي فيها واخلي فيها صدور الفراخ. بس لقيتها سهلة جدا وقلت ايه اوريكم، لان عملتها بطريقه سهله جدا. اول حاجه هنا شلت الجلد بتاع الفراخ خالص، ده اول حاجه. وبعد كده مشيت على ما بين الجلد وما بين العظم بالسكينه. مشيت ما بين الجلد وما بين العظم، بمشي كده على كل حته فيها عظم ما بينها وما بين اللحمه، ما بين اللحم وما بين العظم. بمشي كده بالسكينه. بيبقى سهل جدا يا جماعه بعد كده ان انا اشيل العظم. تيجي مرحله كده بعد ما الاقي العظم بعد كده بقوم على طول واخداه شايلاه بايدي، بكمل بايدي بقى. تمام. انا لقيت اصلا ان الموضوع سهل جدا بتاع تشفية يعني ان احنا نخلي الفراخ يعني. فلقيتها سهلة جدا والموضوع مش حوار ولا اي حاجة. اي حتة عايزين تشيلوها، اي عظمة عايزين تشيلوها، بتمشوا بالسكينة موازي ليها ما بينها وما بين اللحم. تمام. هنا برضو طلعت اهو بسهولة. بتمشوا موازي زي ما بعمل كده، موازي ما بين العظم وما بين اللحمة، وانتوا لازقين في الايه، في العظم. وبعد كده بتقوموا شايلين العظمة بسهولة جدا. كده انا اخليت هنا كل الكمية وبسرعة جدا وبسهولة، بالرغم انها اول مرة اعملها زي ما قلت لكم، بس سهلة جدا. بعد كده باخد بقى الفراخ، انا قلت لكم مش هنفرم ولا اي حاجة، فباخد الفراخ هنا بقطعها شرائح كده رفيعة بالطول. تمام. وشرائح اهو بصوا بالطول كده اهوت بقطعها زي ما يكون بقطع جوليان كده. تمام. ده طبعا بيبقى سهل جدا، بسهل على نفسي يعني ان انا اقطع. انا عايزه اقطع الفراخ قطع صغيره قوي، يعني لا هي مفرومه ولا هي قطع كبيره. انا قطعتها كلها، كل قطعه بقطعها زي ما قلت لكم كده. وبعد كده برجع اخدهم كلهم واقطعهم تاني بالشكل ده، بلمهم على بعض واقوم مقطعاهم بقى بالعرض كده، بحيث ان بصوا انا عايزه الحجم يبقى صغير كده. تمام. اكبر من المفروم شويه، وطبعا اصغر طبعا من القطع، يعني قطع صغيره جدا. تمام. وبعد كده باخد بقى الكميه، خلاص الكميه كلها، وباخدها بحطها في بوله عشان هبدا اتبلها. طبعا يا جماعه انا لما بعمل الفراخ بالقطع الصغيره دي، ده بتفرق قوي في الطعم. لما نيجي ناكلها في الاخر بتبقى كانها فصوص كده، فعلا طعم مختلف خطير. تمام. تابعوا معايا بقى الوصفه للاخر عشان تطلع متميزه جدا. هنحط هنا فلفل الاسود والملح، تبل بالفلفل الاسود والملح. تمام. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، يعني ممكن اصلا ربع ساعه والغدا، حرفيا والله ربع ساعه والغدا هيبقى جاهز. لو عندكم الصدور جاهزه هتجهزوا الوجبه دي بالسوا في ربع ساعه. وجربوا قولوا لي في الكومنتات. هنحط هنا بيضتين، هسيب لكم برضو المقادير كلها في الاخر وفي صندوق الوصف. تمام. نحط هنا البيضتين، وهنحط معلقتين كبار من الدقيق. الدقيق هنا هو اللي بيمسك لي الفراخ ان هي ما تفكش اثناء التشويح بتاعنا. تمام. معلقتين كده من الدقيق. وبنحط هنا جبنة موتزاريلا، عايزين نختار الجبنة الموتزاريلا او ممكن اي جبنة تانية بارميزانيا اللي انتوا عايزينه. بتدي طراوة جدا، يعني هي المسألة مش مسألة مطة قد ما هي بتدي طراوة. وبنحط معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الكاري، بيدي طعم ونكهات حلوة قوي. ممكن نستغنى عن كل ده، هنا رشة قرفة. ممكن نستغنى عن كل ده ونحط مع الملح والفلفل الاسود بهارات فراخ زي ما تحبوا، بس التوليفة دي برضو ظريفة جدا وبتدي طعم رهيب.
ما بيضيعش طعم الفراخ، يعني طعم الفراخ بيفضل موجود، ما بتضغطش التوابل على طعم الفراخ. بنقلب وبنمسك المكونات كويس قوي. وكده خلصنا على فكرة يا جماعة، كده يعتبر خلصنا. بس بصوا بقى طريقة التحمير. احنا بنيجي هنا في طاسة سخنة تبقى غير لاصقة او جريل اللي عندكم. هنا بحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون، مش اكتر من معلقة، ممكن معلقة ونص، مش اكتر من كده. وببتدي اوزع الزيت بالفرشة. اول ما يسخن الزيت اسخنه كويس قوي، بنزل بالفراخ بالمعلقة. بصوا انا باخد على حسب التشكيلة البرجر اللي انا عايزة اعملها، باخدها بالمعلقة وببتدي اشكلها بالمعلقة كده على شكل ايه، على شكل دائري عشان يدينا شكل البرجر. عايزة احط تاني هكبرها، هتكبر البرجراية هتكبر. مش عايزة اكبرها اخليها صغيرة، يبقى ما احطش تاني، هتبقى معلقة واحدة. بصوا انا بحطها وبرجع المها كده عشان اديها الشكل الدائري. تمام، خليكم معايا، التسوية مهمة جدا، وهي على فكرة خطوات بسيطة وسهلة وسريعة، بس تركية كده نعرفها خلاص هيطلع الوجبة تحفة، وعمرها ما هتفك منك. تمام، هي مش هتفك ليه بقى؟ علشان الدقيق وعلشان البيض. انا قلبتها على الناحية التانية اول ما خدت اللون الذهبي. ما تستعجلوش على فكرة يا جماعة في التقليب. كده خلاص خلصت الغدا. ممكن اصلا سندوتشات، ممكن جنب رز، ممكن جنب مكرونه، ممكن جنب اكل بواقي اكل من امبارح. كده الاكل خلص. جميله جدا يا جماعه، جوسي بطريقه رهيبه. جربوها يا جماعه ان شاء الله هتعتمدوها. ممكن تعملوها سندوتشات للولاد في المدرسه، ممكن تعملوها في اي رحله او اي مناسبه. بون ابيتي، جربوها وادعوا لي.